السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم اماني زكريا. زي ما انتوا شايفين النهاردة هنعمل مع بعض كيك السينابون. كيك سهل وبسيط ولذيذ وغني قوي، طريقة مختلفة ومتنوعة. ما تنسوش تعملوا لي لايك من فضلكم بقى قبل ما نبتدي. المقادير سهلة جدا، هتكون نص كوباية زيت، كوباية لبن، كوباية دقيق، نص كوباية سكر، بيضة واحدة، نص معلقة صغيرة فانيليا، وكيس بيكنج باودر. يعني أظن المكونات سهلة جدا وإن شاء الله موجودة في كل بيت. هجيب طبق أو بول على طول، هنزل بكل المواد السائلة بتاعتي، الزيت والبيض واللبن والسكر ورشة الفانيليا علشان زفرة البيض. بس كده خلاص هبتدي اقلبه كويس جدا جدا، اتأكد ان المكونات كلها دخلت في بعض والسكر داب. اهم حاجة يكون السكر داب. بعد كده هنزل بقى عفوا كوباية الدقيق انخلها، اهم حاجة النخل لان بيفرق جدا في هشاشة وطراوة الكيك. بعد كده انا حطيت معلقة خل واتأكدت ان اتقلب كويس. جبت صينية دي حوالي مقاس 24، بطنتها بزيت ودقيق ونزلت بالخليط. هنا بقى بعمل التوبينج بتاعي، معلقتين قرفة، معلقتين قشطة، ومعلقتين جبنة كريمي. قلبتهم كويس جدا زي ما انتوا شايفين كده. حطيتهم في كيس حلواني وهبتدي انزل بيهم على الكيك بتاعي، على الخليط، على فوق الوش كده. هعملهم بطريقة دائرية او حلزونية. بس خلاص دخلتهم الفرن على درجة حرارة 180. هياخد معايا حوالي تلت ساعة او 25 دقيقة مش اكتر. اللي فوق الوش ده حليب مكثف محلى. انا كنت عملته معاكم، هنزل لكم لينك الحليب ان شاء الله في الكابشن. طريقته سهلة وبسيطة جدا. يا رب يكون الفيديو عجبكم وما كنتش طولت عليكم. طريقة جديدة ومتنوعة للكيك، سهلة جدا وبسيطة، واتمنى تجربوها واكتبوا لي في الكومنتات. وما تنسوش بعد اذنكم تعملوا لي لايك لو حابين. اشوفكم على خير.